صباح الورد والفل والياسمين، صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الجمال عليكم يا حبايبي. بصوا بقى الاول كده عايزه يعني ايه اشكر كل الناس اللي دخلت عندي وبركت لي على البنكود بتاعي. الحمد لله وصل بعد طول انتظار. بشكر الناس اللي هي بركت لي ودخلت عندي علقت لي تعليقات جميله. ماشي. وبرضو الناس اللي هي قلبها كله حب، قلبها نضيف، ما فيهوش اي حقد، ما فيهوش اي غل. الناس الطيبة، الناس المحترمة، صحابي وحبايبي واخواتي. طبعا انا بشكركم كلكم، وعايزه اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا جدا، وعايزه اقول لكم برضو تعليقاتكم ديت خلتني بجد عايزه اعمل كل حاجه حلوه. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما يحرمنيش منكم ابدا. وكمان عايزة اتكلم عن حاجة كده. اللي عامل لي ديسلايك، انا مش زعلانة منك، بالعكس انا مبسوطة جدا منك وفرحانة خالص انك عملت لي ديسلايك. عايزة اقول لك اللايك جميل واضافة ليا، والديسلايك برضو ما فريش حاجة عن اللايك. انت كده بتبين لي ان انا انسانة ناجحة، وانت بتحقد عليا، وانت طبعا مش عايزني اكون كويسة ولا عايز تشوفني كويسة. الديسلايك ده اضافة ليا وحاجة كويسة جدا جدا. ده بيثبت ان انا ناجحة، وفي حد يعني مش عايزني اكون ناجحة وزعلان من نجاحي دوت. فانت يعني انت شكرا، بشكرك جدا جدا جدا. ويا ريت يا اللي عملت لي الديسلايك، واللي انا عرفتك اصلا وعرفتك من آه رقم تليفونك وتاريخ ميلادك. هو مش بيجي الاسم يا جماعة، الاسم مش بيجي، بس بيجي تاريخ الميلاد ومش رقم التليفون، اسفة، لا، نوع التليفون اللي طالع منه الديسلايك. بشكرك جدا جدا جدا، ويا ربي اللي انت بتعمله مش هقولك يقعد لك، لا، هو ربنا شايف كل واحد وعارف نية كل واحد. بإذن الله ربنا هيقف معايا وهبقى احسن من كده كتير. واعملي ديسلايك على طول عشان احس ان انا انسانة ناجحة، وانت طبعا يعني ايه معلش بتاكل في نفسك مني، كلك غل وحقد يعني. بس كنت عايزة اعرفك بس ان ايه الديسلايك ده حاجة مش وحشة، ويا ريت ما تعملش بعد كده قناة. عشان انا عارفة لما هنجح بإذن الله وهكون كويسة. زي ما يعني انت عملت لي ديسلايك وبعديها كده عليك عامل القناة و... وانا برضو مش هعمل لك ديسلايك عشان دي اضافة مش حاجة وحشة. تمام كده. وندخل بقى في الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا النهاردة الفيديو بتاعنا النهاردة عن السوق. النهاردة التلات عندنا سوق. طبعا نزلنا كده سوانا، جبنا الحاجة كده. بصوا هقولكوا ايه. في الاول كده قبل الحتة دي اللقطة اللي عدت كنا جبنا السمك. السمك دوت بلاميطة من نضيفة، سعرها 45 جنيه الكيلو. احسن من التانية، في اللي هي العادية ديت اللي هي البلاميطة العادية. دي مش حلوة، ما تاخديهاش ب4 جنيه، لحمتها ناشفة ومش حلو. البلاميطة الاصلية بتبقى طرية خالص وحلو. تمام كده. ده طبعا البتنجان الاولاني ده كنت هقليه. التاني اللي في ايديا دوت البتنجان اللي انا هحشيه هعمله مخلل. البتنجان دوت في منتهى الجمال. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده. الكيلو كان كيلو ونص ب5 النهاردة. وهنا الشطة الخضراء، احنا جبنا نوعين شطة خضراء، النوع اللي هو البارد اللي في ايدي ده، وفي شطة خضراء تانية اللي هي الحامية، لان احنا بنحتاج ده وبنحتاج ده في الكبدة بقى والفول والحاجات دي. ماشي. تمام كده. طبعا ايه كل ده ب5 جنيه برضو. النص ب5 من الشطة الحامية والبرد. والفلفل الأخضر دوت برضو. على فكرة مش هنقول أسعار عشان أنا بننسى برضه، أنا بنسى. ده جبت برضو فلفل أخضر زي ما انتوا شايفين كده جميل. كبرت فيه شوية علشان أنا كنت طبعا هعمل منه محشي. وهنا بقى ايه البطاطس الجميلة دهيت، البطاطس اللي هي التحمير. دايما لما بروح السوق بشتري البطاطس بايه، بكون حريصة ان انا اجيبها ايه من اللي هي
اللي هي بتتحمر. شوفوا جمال البصل بقى، بصوا البصلايه جميله ازاي، بصوا جمال البصل. شوفوا اهو، كيلو وربع ب10 جنيه. والبطاطس كان برضو كيلو وربع ب10. البطاطس الكيلو وربع ب10. والليمون اهوت، بصوا الليمون جميل. الليمونه بقى تمسكيها كده تعصريها مليانه ميه، مش زي الليمون التاني الناشف ده تقعدي تعصري فيه كده ما ينزلش ميه خالص. دولت ب3 جنيه ليمون. تمام كده اهو، انا بوريكم اهو. تمسكيه في ايدك كده مليان ميه واصفر وجميل ونضيف خالص، يعني ليمون جميل ونضيف خالص. هنا بقى ايه البتنجان الجميل ده اللي احنا بنعمله مسقعه. بحب كده قبل البنات ما يجوا من المدرسه، بحب ساعات اعمل مسقعه كده. وساعات برضو بشويه، وساعات يعني بعمله بابا غنوج، وبقى ساعات برضو ايه بعمله مقلي كده بالدقه، الثوم والشطه والحاجات الحلوه ديت، بيبقى طعمه جميل. بتنجان جميل خالص، انا بحبه يعني بجيبه كل سوق. هنا الخيار اللي هو البلدي، طبعا البتنجان ب5 جنيه دول. الكيلو ب5. الخيار الكيلو وربع ب10. بس خيار بلدي، بصوا طعمه زي السكر. انا اكلت واحدة اصلا اول ما جيت، طعمه بجد زي العسل البتنجان دوت. تمام كده هنا بقى الطماطم، طماطم جميلة وحمرة خالص. بصوا جمال الطماطم، حمرة وجميلة خالص. الكيلو ب5 جنيه اهي. بصوا شكلها جميل خالص وجميلة خالص الطماطم. مش عارفة والله يا جماعة، انا ناسية الطماطم، لان انا اشتريت منه. ما بشتريش طماطم ناشفة، بس بجيب طماطم ناشفة وبجيب طماطم طرية، بضربها في الخلاط وبشيلها علشان اطبخ بيها او اعمل محشي وكده. مش فاكرة انا عطيته الفلوس، ما اعرفش هو المهم يعني. هنا برضو الكوسة. الكوسة هي ب5 جنيه، وخدت منه كده 4 جزرات كده، لان انا ما اشتريتش جزر عشان عندي جزر من السوق اللي عدى. وبرضو قطعت شوية جزر كده، كان عندي ياما، ابو شهدي كان جايب ياما، فشلت منهم في الفريزر وكده. تمام كده يا جماعة. يعني تقريبا كده الطماطم الكيلو ب5، والطرية كانت ارخص. هدخل بقى على الايه، على الفاكهة اللي احنا جبناها. انا جبت رمان وموز وجوافة، بس كيس الرمان يعني انا دخلت حطيت الحاجة ما لقيتش الكيس بتاع الرمان. ده الموز اهوت كان ب12 جنيه الكيلو. وهنا بقى الجوافة ديت، جوافة جميلة ومسكرة، جوافة جناين جميلة خالص. الكيلو ب5 جنيه يعني. الكيلو ب5 جنيه، الكيلو وربع ب10. الكيلو وربع ب10 جنيه، مش الكيلو ب5 جنيه. انا بقول لكم انا بنسى وبتلخبط في الاسعار. ما كنتش عايزه يعني اتكلم في الاسعار، لان انا بنسى اصلا ومش عارفه انا يعني الاسعار ديت. انا يعني ما بعرفش فيها جامد، يعني ما باخدش بالي وبنسى يعني انا اشتريتها بكام. ماشي. يبقى احنا كده خلاص الجوافة. في بقى هنا برضو هوريكم الخضرة اللي هي بتاعة المحشي وال والنعناع. بصوا خضرة محشي ونعناع وشبت وكزبرة مع بعض في حزمة واحدة كده، اللي هي الخضرة بتاعة المحشي والشبت والكزبرة والنعناع. يعني انا برضو بحط على المحشي عودين نعناع، عودين نعناع كده بحطهم طبعا ايه على المحشي، بيفتح ريحة المحشي، بيفتح ريحته، بيخليه جميل خالص. وانا متعودة يعني متعودة على كده. يا رب حبايبي الفيديو يعجبكم.